ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. وصفتنا النهارده زي ما حضراتكم شايفين هنعمل الكشري. الكشري مفيش اختلاف، مفيش حد ما بيحبوش، الكبير والصغير بيحبه. أكلة جميلة جدا، أكلة مصرية أصيلة. هنعمل النهارده الكشري وهنبدأ نقول بسم الله. وأتمنى اللي ما عملش اشتراك للقناة يشرفني باشتراك. وهنبدأ أول حاجة بالبصل، دي أول خطوة في وصفة النهاردة. البصل، حط كده البصل هقطعه بالشكل ده زي ما انتوا شايفين كده، وهحط عليه معلقة من الملح ومعلقتين من النشا. النشا هيخليه مقرمش كده وطعمه حلو قوي. هقلب كده عشان كل حتة بصلة تتغلف بالنشا. ضروري ان احنا نقلبه كده ونفككه من بعض، واهم حاجة ما يكونش مبلول. طيب بعد ما حطينا النشا والملح وقلبنا البصل، هحط كده حلة على النار فيها نص كوباية من الزيت، كوباية صغيرة يعني، علشان الزيت ده اللي أنا هستخدمه في بقية الوصفة كلها. هحمر كده البصل، وطبعا مش هننزل بالكمية كلها زي ما انتوا شايفين، شوية بشوية. ما ينفعش ان انا اجيب الكمية كلها واروح حطاها على بعض، طبعا مش هتقرمش ومش هيستوي. لا، انا احط شوية بشوية زي ما انتوا شايفين كده، عشان كله يدي اللون الحلو ده ويبقى مقرمش. هطلع كده الجزء اللي استوى او اتقرمش زي ما انتوا شايفينه كده، وابتدي بقى احط شوية بشوية. وطبعا برضو مش هحط الكمية كلها، اهو شايفين شوية صغيرين كده. خلصت البصل كده وركنته على جنب. نخش بقى في الخطوة اللي بعد كده. هجيب كده معلقة توم كبيرة في شوية من الزيت، نفس الزيت برضو ونفس الحلة، وهقلب كده التومة لغاية ما تبدأ تحمر أو تصفر لونها يغمق شوية. وأنزل بقى بالصلصة والبهارات بتاعتنا، ملح وفلفل وكمون وكزبرة ناشفة. وهنزل بكوباية من المية، والمية تكون سخنة ما تكونش من الحنفية. وهسيب الصلصة كده تتسبك زي ما انتوا شايفين، تغلي غلوتين كده وكده تبقى تمام. الخطوة بقى اللي بعد كده في نفس الزيت برضو بس حلة تانية، حلة أكبر. هحط شوية زيت من الزيت اللي احنا حمرنا بيه البصل، وابتدي كده أحمر الشعرية، أخلي لونها لون ذهبي بس مش قوي، مش زي ما بطبخ الرز العادي يعني، عشان لسه هغلف أحط الرز معاه وأقلب الاتنين مع بعض. هخلي يا دوبك لونها بس يبدأ يغير كده، دهبي فاتح بالشكل ده كده. طبعا الرز عندنا مغسول ومنقوع كويس قوي. هبدأ بقى احط الرز واغلف الاتنين بالزيت بالشكل ده كده، تقلبتين كده حلوين. وعندي العدس بجبة غسلاه نقعت العدس بجبة لمدة ساعة، متنقعوش أقل من كده عشان ياخد سوى الرز ويستوي بسرعة، ما يكونش حاجة استوت وحاجة لأ. بعد ما غسلته ونقعته ساعة فصفيته وحطيته مع الرز بالشكل زي ما انتوا شايفين كده. هقلب كده لان بقلب كده علشان اغلف التلاتة اللي هو الشعرية والرز والعدس بالزيت. بعد كده احط بقى المية العادية بتاعتنا خالص، اللي هي كأنك بتعملي رز عادي، والملح. وتظبطي بقى الدنيا وتدوقيه كده وتشوفي اذا كان عايز بقى ملح او مش عايز. ندوقه بقى ونشوف كده. بس كده تمام مظبوط. هحط عليه الغطا بقى كده وعلى نار عالية، مجرد ما يشرب ميته بنهدي كده وبنسيبه كده على جنب. طبعا على العين لسه شغالة بس هادية. نيجي بقى للخطوة اللي بعد كده. حطيت حلة على النار وحطيت فيها معلقة زيت مع المية لما غليت، وهبتدي بقى نسلق المكرونة. طبعا مش هسلق كل حاجة في حلة الواحدة لأن سلقت كده الاتنين مع بعض. المكرونة اللي هي الصغيرة خالص والمكرونة الاسباجيتي. طبعا الكمية ما بنقولهاش لأن كل واحد بيعمل الكمية الكافية ليه. ابتدي أدوس عليها كده من غير تكسير ولا حاجة، هي بتنزل كده شايفين. واسيبها بقى ما بتاخدش غير 7 دقايق كده وبتبقى زي الفل وبتستوي. هسيبها كده بقى ونروح نعمل ايه بقى؟ نعمل الدقة الجميلة بتاعتنا. هنجيب كده كوباية مية بس المية تكون سخنة، وهننزل عليها بمعلقة كبيرة من الثوم وربع كوباية من الخل والكمون، ونعصر بقى ليمونة حلوة كده بس كده. وطبعا الملح، ونظبط الطعم. ودي الدقة بتاعتنا التمام اللي بتظبط الكشري. كده ماشيين كل الخطوات مع بعض. آخر حاجة بقى هنعملها الشطة. مشكلة بقى في الشطة. هنحط بقى نفس الزيت برضو بتاع
بتاع البصل، وهحط معلقتين من الشطة. على فكرة بتخلي الواحد يكح لما هنحط كده معلقتين من الشطة، ونفضل نقلب كده. وبعد كده ننزل بقى بنص كوباية من اللي احنا عملناها اللي هي الدقة، ونص كوباية من الصلصة، وبتاخد غلوة كده وبتخلص. بس كده الوصفة بتاعتنا كده انتهت، وقدمناها بألف هنا وشفا لكل اللي هيعمله. بس كده، إلى اللقاء.